تعبت من الألم ومش عارف تبدأ العلاج منين؟ في برنامج على الديسك جمعنا أفضل دكاترة العظام في برنامج واحد. طولناه 5 سم وخلفوا 3. الحفاظ على صحة العضلات ده غير طبيعة الكيرفات. تجاهل آلام العظام. العضلات بدأت تعمل ماسل جاردنج، شد عضلي جامد عشان يحمي العمود الفقري. آلام أسفل الظهر. إن كل ما السن بيكبر فرصة نجاح العلاج ده بتقل جدا جدا. الفرق في التشخيص هيفرق في حياتك. المشرط مش هو الحل الأولاني، هو الحل الأخير. كل حلقة فيها ضيف مميز وكل ضيف معاه حل المشكلة بتواجهنا كل يوم. هل ده كلام حقيقي؟ مع آلام الكسور الوقفة أكتر من 3 دقايق بتبقى مشكلة. في فرق بين الجزع والكسر، إياك ترجعها بالعافية. دايما منكفي على الكمبيوتر فعلا وكلام من ده. ده في مفاصلك تحمي نفسك. لغز آلام النمو، سواء كانت آلام في الرقبة أو خشونة في الركبة أو حتى إصابات الملاعب. تأجيل العملية مش هتعرف. المسكن مش هو الحل، بيدمر فقرات رقبتك وجوفك. جسمك كله بيوجعك ومحدش مصدقك. حافظ على عمودك الفقري يا أخي. شنطة الظهر بمثابة الصديق اللي يطعنك في ظهرك. الحقل مش أول علاج. العظم بيطول أقوى من العضلات والأوتار. هشاشة العظام اللص الصامت. مش أي وجع بيجي في الظهر يبقى شد عضلي. مش كل جبس ماسك ده معناه إن الكسر ثابت. لو بتصحى تلاقي ظهرك قافش. الكتف المتجمد بيحصل عند النساء أكتر من الرجال. مش كل وجع في الركبة سببه الخشونة، وإنهم طول الوقت قاعدين واخدين الوضع ده. لو زهقت من الوجع وتعبت من المعلومات الغلط، مكانك معانا في برنامجكم